فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الإسماعيلي وحرس الحدود في افتتاح الدور الثاني لمرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث رفع الإسماعيلي رصيده إلى 12 نقطة، فيما رفع حرس الحدود رصيده ل 18 نقطة، ليستمر في المقابل تواجد الإسماعيلي في دائرة الخطر ومنطقة رباعي المؤخرة في جدول الترتيب. واختير البوركيني إيريك تراوري مهاجم الإسماعيلي رجل المباراة، بعدما كان مصدر خطورة على مرمى حرس الحدود خلال فترة المواجهة، وحصوله على أعلى تقييم فني في اللقاء. ويقام الدور الثاني لمرحلة تفادي الهبوط بين الأندية التي أنهت الدور الأول في المراكز من 8 إلى 21، على أن يهبط إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل 4 فرق هي الأخيرة في الجدول. وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم كحارس مرمى، وخط الدفاع حسن منصور وعبد الكريم مصطفى ومحمد نصر وعبد الله محمد، وفي خط الوسط نادر فرج ومحمد حسن ومحمد عبد السميع، وعلى مستوى الهجوم إيريك تراوري وخالد النبريسي ومروان حمدي. وخاض حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من محمود الزنفولي في حراسة المرمى، وفي الدفاع فوزي الحناوي وإسلام أبو سليمة وإبراهيم عبد الحكيم ومؤمن عوض، وفي الوسط محمد بيومي لاعب الإسماعيلي السابق ومحمد النجيلي ومحمد رؤى، وفي الهجوم يكينا كوبر وأحمد نايل وعمر سافيولا. وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، حيث سيطر خلاله الحذر الدفاعي على تكتيك المدربين، وانحصرت الكرة كثيرا في منطقة الوسط لينتهي بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني كانت الخطورة الهجومية الأكبر من نصيب حرس الحدود، الذي هدد المرمى بأكثر من محاولة دون جدوى، ليستمر التعادل السلبي ويحصل كل فريق على نقطة. وخيم الحزن على أروقة النادي الإسماعيلي على خلفية ضياع فرصة الفوز وحصد بداية قوية في رحلة المنافسة على الهروب من شبح الهبوط، رغم التغييرات الفنية التي جرت مؤخرا، وتصدرها تعيين خالد جلال مدير فني للفريق خلفا لطارق العشري المستقيل من منصبه. وشهدت المباراة إصابة نادر فرج مهاجم الإسماعيلي في الكتف، وكشفت الفحوصات الطبية تعرضه لخلع في الكتف، وغيابه عن الملاعب لفترة لن تقل عن 3 أسابيع على أقل تقدير، وفقا لإعلان الجهاز الطبي في النادي الإسماعيلي. فلم يحصل الإسماعيلي على نقاط المباراة الثلاث، بالإضافة إلى إصابة لاعب خط هجومه نادر فرج. وتخرج جماهير الإسماعيلي حزينة بسبب أخطاء حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم، الذي رفض تحية الجماهير في نهاية المباراة.